انا حاسس ان لسه بدري لسه بدري لسه بدري. وقت الامتحانات مش سهل ابدا، فانت مش لوحدك اللي حاسس بالتوتر والضغط، كلنا حاسين بده. بس النهارده احنا جايين نساعدك عشان تقدر تقلل التوتر ده. مبدئيا كده لازم تكون عارف ان ادمغتنا لما بنتوتر بتفرز مستويات عالية من الكورتيزول. طيب وايه اللي هيحصل يعني لما افراز الكورتيزول ده يزيد؟ اللي هيحصل انه ممكن يشوش عليك تفكيرك ويخليك تبعد عن الافكار العقلانية، فبالتالي انتاجك هيقل وتركيزك هيضيع ومش هتعرف تحل كويس. وعشان كده مهم انك تفضل هادي قدر الامكان في وقت الامتحانات. تعمل ايه عشان تخفف من اجهاد الامتحانات؟ اول حاجة، حدد اولويات وقتك عند المراجعة. ليه؟ لان ده هيساعدك في تقليل مستوى القلق وهتكون قادر انك تنجز المهم في الوقت المناسب. حط جدول لمواعيد الامتحانات والموضوعات اللي المفروض تخلصها والوقت اللي هتحتاجه لإنجاز كل موضوع، وعلم على اللي انت خلصته. ده هيحسسك انك انجزت انجاز ولو صغير وخلصت جزء من اللي عليك، وهيحفزك تكمل. تاني فكرة، مارس الرياضة وخلي أكلك صحي. وقت ما بتكون متوتر أحيانا فكرة إنك تقوم تعمل رياضة بتكون بعيدة عن دماغك، بس الأكيد إنك لما هتعمل كده هتتحسن لأنه مضاد للتوتر. تعرف ليه؟ لأنه بيملى عقلك بالأندروفين. إيه يا عم الأندروفين ده؟ هي ببساطة هرمونات مسؤولة عن السعادة واللي بينها وبين التوتر علاقة عكسية. عشان كده بمجرد ما تنتهي من التمرين هتحس بيقظة أكتر. خد فترة راحة من السوشيال ميديا قبل الامتحانات. لما تبعد عن السوشيال ميديا في فترة المراجعة ده بيقلل من توترك، وكمان بيكون عندك وقت تنجز حاجات أكتر، لأن الوقت بيسرقك وانت بتقلب في الفيسبوك. مثلا بتقول لنفسك ده هم 10 دقايق بس وارجع أكمل، تبص تلاقيها الساعة 3 الفجر، فتنام وما تنجزش اللي وراك. ابعد تماما عن الكافيين، ده هما ساعتين جد وكوباية شاي. طبعا كلنا بنشرب قهوة وقت الامتحانات عشان تنبهنا وتخلينا صاحيين لأطول فترة عشان نقدر نخلص اللي ورانا. بس زي ما المنبه ده بيفيدنا عشان نفضل صاحيين، هو بيضرنا من الناحية التانية في إنه بيزود التوتر. وافتكر دايما إن نتيجتك سواء حلوة ولا وحشة فهي مش نهاية العالم، وإن القلق مش هيحل أي حاجة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولو عندكم نصايح أو طرق تانية شاركونا في الكومنتات.